أحد السلف كان في بداية حياته رئيس عصابة قطع الطرق، ومرة من المرات جاءت قافلة فاعتدى عليها هو ومن معه من قطاع الطرق، وأسروا الرجال وأخذوا الأموال. ولما جاءوا يفتشون جاءوا على طفل صغير، فتشوا الرجال. لما جاءوا على الطفل الصغير قال لهم رئيس العصابة، قال لا تفتشونه، هذا ما عنده شيء. قال لا، أنا عندي 150 درهم. فتشوه لقوا 150 درهم. فوقف رئيس العصابة مشدوه أمام هذا الموقف. كيف نقول لك لا تفتشونه تقول لا فتشوني؟ ليش يا ولد؟ قال لأن أمي حذرتني من الكذب، وأخبرتني أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، فأنا ما أكذب. شوفوا الموقف هذا كيف هز هذا الرجل. فقال سبحان الله، طفل صغير يخشى النار ويصدق ويبين ما معه من المال من أجل الصدق، وأنا رجل كبير أنتهك الأموال وأخذها من الناس وأعتدي على الناس، أين أنا؟ ثم التفت إلى معه من الرجال وقال ما أنا فيكم؟ قالوا أنت كبيرنا وبطلنا، وهو فعلا هو الفحل فيهم. قال كلامكم وطعامكم وشرابكم علي حرام إن لم تسيروا فيما أسيروا فيه. قالوا وش تسير فيه؟ قال الولد هذا. وين تروح أنت؟ قال أمي أرسلتني طلب العلم عند الشيخ الفلاني. قالوا أنا معك. ثم فكوا الرجال كلهم وردوا الأموال كلها ومشوا معه، وأصبح من خيار السلف. شوفوا كيف كلمة من أم مخلصة أثرت في هذا الولد.